المطبخ ده كان حيطه مقفوله، فتحناها وعملناها بار. الله ينور يا معلم. مهم جدا طبعا واحنا شغالين في بند الكهرباء وفي تاسيس العلب بتاعتنا، لازم ميزان الليزر يبقى موجود. ميزان الليزر معانا علشان خاطر ان احنا نستلم بيه العلب بتاعتنا تبقى ماشيه كده على ميزان ليزر واحد. يعني عندي الليزر ماشي مع الدبله كلها كده اهو وش واحد، فلما اجي استلم العلب بتاعتي استلمها على ميزان الليزر زي ما هو واضح كده معانا اهو. نستنى كده الميزان يهدى. ادي عندي الدبله زي ما واضح كده في الفيديو اهي، الدبله على ميزان الليزر وش واحد. طب ليه احنا بنشتغل بميزان الليزر؟ وطبعا ده اساسي ولازم نشتغل بميزان الليزر، بس في المطبخ خاصه ما بنسيبش العلب حره، لازم نثبتها. ليه؟ علشان انا عندي المطبخ هيتمحر، فلازم العلب تبقى ثابته علشان خاطر تبقى موزونه وكله يبقى تمام. لو مش هيتمحر بيتعمل سيراميك، فاحنا بنسيبها حره. الله ينور يا معلم. وبرضه معانا ادي عندي ميزان الليزر برضه معايا اهي. الميزان يهدى هتلاقي الليزر ماشي معايا في نص الدبله زي ما احنا وازنين معانا بالشكل ده.